ما سبب وفاة اللواء زيب مخلوف؟ انتقل إلى رحمة ربه المجاهد زيب مخلوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ الفيديو ياريت تدعمونا باللايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. انتقل إلى رحمة الله المجاهد زيب مخلوف من رجال القاعدة الشرقية والدولة الجزائرية المستقلة وقائد الحرس الجمهوري سابقا، وعلى أثر الوفاة المغفور له بإذن الله تعالى المجاهد اللواء المتقاعد زيب مخلوف القائد الأسبق للحرس الجمهوري. تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالتعازي إلى أسرة الفقيد، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. من هو زيب مخلوف؟ هو جنرال سابق بالجيش الجزائري، ولد في 2 مايو 1927 في سوق أهراس، كما توفى نجله صلاح الدين عام 2021. فر من الجيش الفرنسي في عين توتة في سبتمبر 1956 لينضم إلى جيش التحرير الوطني بقيادة الشهيد عبد الحفيظ تورش بالولاية الأولى، ثم بعد ذلك طلب نقله إلى القاعدة الشرقية. كما كان الراحل أحد أبرز الضباط داخل فيالق المنطقة الشمالية التي كان يشرف عليها الرائد عبد الرحمن بن سالم. تدرج في المناصب العسكرية وأصبح أحد قادتها، وكان آخر منصب له في الاستقلال هو قائد الحرس الجمهوري. ربنا يرحمه يا رب ويصبر ذويه الصبر والسلوان، اللهم آمين. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو، مع السلامة.